إذن الأستاذ موسى عثمان كردي من جبل الأكراد من قرية سلة الزهور في ريف جسر الشغور الشرقي تابع لمحافظة إدلب، حاصل على شهادة إجازة في الأدب العربي، وهو معنا ضيف. أهلا وسهلا فيك أستاذ موسى. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك أستاذ، وتحية لجميع ضيوفك الكرد بجميع روجافا من عفرين حتى قامشلو سرسريمة زور سباس شطر سرسريمة سرچاويمة. أستاذ موسى نحكي عربي، خاصة إنه أهلنا بالجبل غالبيتهم بيحكوا عربي. يا ريت بالأول تقلنا على جسر الشغور، وين بيقع جسر الشغور؟ جسر الشغور تقع على طريق عام لاذقية حلب، تبعد عن حلب تقريبا 60 أو 65 كيلومتر، وعن حلب تقريبا عن اللاذقية 65 كيلومتر، وعن حلب تقريبا 90 كيلومتر. تقع على الضفة الغربية من نهر العاصي، وهي قريبة جدا من جبل الأكراد. قريبة جدا من جبل الأكراد. إذن جسر الشغور ما بيعتبر جزء من جبل الأكراد؟ هي على أطراف جبل الأكراد. هي على أطراف، وحتى نعم حتى أن في كثير من العائلات الكرد في جبل الأكراد ساكنين بجسر الشغور، في كثير عائلات، ومن من كل ضياع جبل الأكراد في عائلات ساكنين بجسر الشغور. في مشكلة بالصوت. إدلب، بما أنك من قرية سلة الزهور يلي بتقع بريف جسر الشغور الشرقي، راح نحكي عن صحيح ريف جسر الشغور الشرقي. نعم. كثير واضح، عم يقولوا إنه الصوت كثير واضح. يا ريت تقلنا في كم قرية وحي في ريف جسر الشغور الشرقي كردية وأسمائهم. أوكي. القرى الشرقية في ريف جسر الشغور الشرقي تقريبا 9 قرى أو 10 قرى. أكبرها معمل السكر، تعداده يمكن أكثر من 4000 أو 5000 نسمة. صح. في ضيعة الكفير جنوب معمل السكر. هؤلاء الضياع قريبين جدا من جسر الشغور، يعني حتى حي معمل السكر يعتبر كأنه حي من أحياء جسر الشغور. نبتعد قليلا إلى الجبل الوسطاني، هناك قرية بزيت، وهي المهد للقرى الكردية، يعني هي القرية الأم للقرى الكردية المجاورة مثل بالس، عين الحمراء، سلة الزهور، المشيرفة، سلة الزهور ومزرعة بقداش، وبعض العائلات المتفرقة هناك كلها ترجع إلى بزيت. ماشي أستاذ. إذن هناك عندنا معمل نعم. إذن عندنا هناك معمل السكر، وقرية بلميس تقع وعندنا كمان ضيعة اسمها بلميس تقع شمال جسر الشغور، شمال شرق جسر الشغور، في منطقة قريبة من مشمشان والكستان. هي ضيعة كامل كردية بالكامل. طيب بلميس بزيت تفضل. إذا عندنا أول شيء بلميس شمال جسر الشغور، جنوب جسر الشغور حي معمل السكر والكفير، بالإضافة إلى بزيت وسلة الزهور والمشيرفة وعين الحمراء وبالس ومزرعة بقداش، وكمان في عندنا وطبة أغلبهم كرد، وفي قيماس في بيت عبد الله كمان هني كرد. هذه القرى كلها متجاورة. يا ترى بزيت انت كنت تقول انه بزوتا كنا يعني تسميتها ايوه بزوتا؟ هي كانت اجداد اسلافنا، يعني من ايام جدي وقبل كلهم كانوا يتكلمون اللغه الكرديه، كان اسمها بزوتا يعني الجمره. ايوه الجمر كانوا كريمين لهيك سموها بزوتا. يعني بيخبزوا كثير على الحطب. إذا اسم القرية اسم كردي، وبلميس كمان اسم كردي. اسم كردي بزيت، وحتى اسماء الأراضي كردية. مثلا عندنا كلمة الزورة، كان في طريق القوافل قبل الطريق العام
ايام فرنسا كان في طريق القوافل اللي بيمروا جمال وما جمال، بيمروا من عندنا من بزيت وبينزلوا على جسر الشغور. فعندنا منطقه اسمها الزوره، يعني انت ما فيك تمر منها لتدفع مصاري، فكان يدفعوا مصاري للكرد ليجتازوا هاي المنطقه، فسميت منطقه الزوره يعني بالصعوبه لتجتازها. صح. فكان الكرد بيحموا هالقوافل، بس بالمقابل بياخذوا مصاري منهم. في عندنا الزوره، في عندنا الدشت، في عندنا سيخور، في عندنا الجور، الدشت، في كثير اسماء لحد اليوم اسمها كردي لليوم. اوه تمام. هالمعلومه هاي جديده علي، انه دشت وبالزور وشو كمان الدشت زغر والسيخور والجور والكوراسوره والزوره. تمام. اسامي كرديه، اسامي كرديه هاي. ايه طبعا اسامي كرديه. طب سؤال استاذ، بالنسبه له سهل الروج يعني قديش يبعد عنكم؟ سهل الروج هو امتداد لاراضي بزيت، يقع شرقي ضيعتنا شرقي بزيت، يعني الدشت اللي بيتصل بسهل الروج. سهل الروج هو امتداد لسهل الغاب، واللي بيفصلوا بين سهل الغاب وسهل الروج هي التلال البركانيه فقط، ولكن سهل الروج هو يعتبر امتداد لسهل الغاب بين جبلي الوسطاني والجبل الزاويه. طب برأيك طبعا اسم سهل يعني سهل الروج، وفي إدلب اسم كردي خالص سهل الروج، يعني سهل روج نهار. يا ترى صحيح، يا ترى الكرد ما فيهم طمع يعني، والكرد ما كانوا دولة يعني زمن قريب كمان، غير الإمبراطوريات الخورية الهورية من زمان. طبعا بسوريا كانوا محتلين كامل الشمال حتى بحدود دمشق كمان، وما كانوا دولة لحتى يسموا سهل باسم كردي. وطبعا ما حدا بده مثلا انه بشكل دبلوماسي او يعمل معنا معروف ويسمي منطقة باسمنا. اذا هل سهل هذا كردي؟ يا ترى من ايمتى اسمه سهل الروج؟ لا أحد يعلم من متى، ربما من أيام أسلافنا الهوريين والميتانيين. يعني أسلافنا الهوريين والميتانيين في تل بحمص اسمه تل النبي مندو، لليوم اسمه تل النبي مندو، يعني كانوا حاكمين نصف سوريا أسلافنا الحيتيين الهوريين الميتانيين، ربما من أسلافنا من هذيك الأيام، ربما أكثر. أنت بتقول يعني يمكن ربما إنه سهل الروج اسم قديم جدا من أيام حكم جدا الخوريين. صح. طيب نحن عرفنا أسماء القرى الكردية في ريف جسر الشغور الشرقي فقط، يعني بخبر المشاهدين إنه هاي بريف جسر الشغور الشرقي فقط. عم قول للمشاهدين ما أستاذ موسى إنه بريف جسر الشغور الغربي لسه القرى والبلدات أكثر بكثير من ريف جسر الشغور الشرقي. مثلا في ناحية بدامة من 15 إلى 20 ألف نسمة، هاي من عدة سنوات، وفي حواليها قرى كثيرة جدا، مثلا بكسرية، التفاحية، اليونسية، في قرى كثيرة كمان، أكثر من 10 قرى. صحيح. يعني أحد الشباب هنيك إخواننا أولاد عمومتنا هيك حكى لي، يعني لسه صحيح. ما تأكد، قال نحن بنطلع 52 قرية كردية في ريف جسر الشغور الغربي. أكثر في 80 ضيعة أكثر. برأيك في 80 ضيعة حسب توقعاتك؟ في 82 ضيعة، في 82 ضيعة بريف جسر الشغور الغربي. طيب هاي بتأكد المعلومات اللي عندي إنه معظم ريف جسر الشغور هو كردي. طب نجي على العشائر ما مستوى، العشائر الموجودة عندكم في ريف جسر الشغور الشرقي نركز عليها، ممكن تذكر لنا إياها؟ رح أذكر لك إياها، بس رح أعطيك معلومة. تفضل. خلي كمان الشباب بيعرفوها. عام 1700 كان في المسؤول عن الطريق التجارية ما بين جبلة وبانياس إلى أنطاكيا هو حسن ابن رستم آغا الكردي، وهو كان الآغا بجبل الأكراد، يعني آغا الكرد كلياتهم. ماشي، يعني الضيع من بدامة إلى هضبة القصير إلى سهل العمق، كل هاي الضيع كانت تابعة لحسن ابن رستم آغا الكردي تاجر التبغ. ممتاز المعلومة. أيوة. فهذه أنت مرة سألتني سؤال صلة الوصل بين عفرين وجبل الكرد، هذه صلة الوصل. سهل العمق، عفرين،
هضبة القصير جبل الأكراد، هذا الطريق، هذا صلة الوصل كان بين أنطاكيا طريق الساحل. طيب في جماعة فجسر الشغور جسر الشغور فيها طريقين. أيام قبل ما كان في بس للاذقية، كان في يتفرع منها طريقين، طريق إلى أنطاكيا وإلى عفرين وإلى جبال الأمانوس، والطريق الثاني إلى الساحل. طيب يعني كانت علاقتنا نحن مع أنطاكيا وحلب كتير قوية. الطريق اللي كان يوصل جبل الكرد بعفرين هذا الطريق، طريق أنطاكيا سهل عمق هضبة القصير، هذا أكثر يعني كان القوافل من هون بتمر. في البعض بيسألوا إنه مين عم يحكي. بدي أعطيك معلومة ثانية. واللي بنى جامع الكبير بجسر الشغور هو هذا الأغا حسن ابن رستم أغا الكردي سنة 1713 بمصاري الخاصة. أما الوالي التركي محمد الكوبرلو اللي كان والي على جسر الشغور أعطى الموافقة لبناء الجامع، يعني وافق. أما التمويل لرعاية جسر الشغور وبناء الخان والجامع الكبير بجسر الشغور وترميم الجسر لخدمة الحجاج والمسافرين هي بمصاري حسن ابن رستم آغا الكردي، وهذه المصادر موثقة بالمصادر العثمانية. بالمصادر العثمانية. خليني أكرر هالمعلومة للمشاهدين، يمكن الصوت مو كتير واضح. الأستاذ موسى عثمان ابن قرية سلة الزهور في ريف جسر الشغور الشرقي صحيح. عم يقول إنه بسنة 1713 حسن ابن رستم آغا الكردي هو اللي قام ببناء خان في جسر الشغور، وقام ببناء والجامع الكبير على حسابه الخاص. يلي بيسأل مين هو ضيفي، يا جماعة ضيفي أما المثقفين، أما للأسف المثقفين عندنا بجسر الشغور بيقولوا محمد كوبرلو هو اللي بناه، لا هو الوالي وافق. أما المصاري اللي مول بناء الجامع بجسر الشغور هو حسن ابن رستم آغا الكردي، وكان هو المسيطر على الطريق التجاري من بانياس إلى أنطاكيا. طيب أمر طبيعي أنه الوالي يوافق، لأنه الحكومة كانت بيد السلطنة العثمانية، ولكن اللي بناها لا المثقفين ما المثقفين ينسبون للكوبرلو محمد كوبرلو أنه هو اللي بناه. هو وافق على البناء، بس التمويل اللي دفع المصاري لبناء الجامع وبإشرافه هو مين؟ هو حسن ابن رستم آغا الكردي. طيب الناس سمعوك يا جماعة. ضيفي هو موسى عثمان. خليني اشرح لهم الاستاذ موسى عثمان ابن قرية سلة الزهور في ريف جسر الشغور الشرقي، يعني ابن المنطقة، عم يحكي لنا عن الكرد في ريف جسر الشغور الشرقي. طيب استاذ موسى، بعود لسؤالي بعد ما حكيت لنا هالمعلومة عن حسن ابن رستم آغا الكردي. العشائر الموجودة عندكم عندنا بريف جسر الشغور الشرقي. نعم. نبدأ بالضيعة الأم بزيت. تفضل. بزيت في عشيرتين، شيخان وفي شدادان. عم اسمعك. اي نعم. وفي كمان من عشيرة الملان، بس أغلبهم نزل على عين الحمراء. عين الحمراء هي بنت بزيت، امتداد لبزيت بسهل الروج، هي بسهل الروج عين الحمراء وبالس. هذه العائلات الموجودة ببالس وبعين الحمراء هن امتداد لبزيت. يعني حاليا بزيت أغلبيتهم شيخان وشدادان. أما عين الحمراء فيها ملان وفيها شيخان وفيها رشوان، بس كله بزيت، كله بيرجع لبزيت. نعم. مشيرفة في أكثر من عشيرة، بس الغالبية هن بيت ميرمة من عشيرة الملان، وبيت الجعفر من عشيرة الرشوان، وفي بيت سليمان عائلة من مشيرفة من عشيرة الكيتكان، وفي بيت خدو من عشيرة البرازي، بس أي فرع ما عندي معلومات. أنت قلت كيتكان مو؟ كيتكان تمام. تفضل. بس هن هذه الضيعة بشيرفة أكبر عائلتين هن آل ميرمة الملية وآل جعفر الرشوان، وفي عائلتين ثانيات بيت سليمان يرجعون لعشيرة الكيتكان، وبيت خدو من برازية، بس ما بعرف من أي فرع. طيب أنت بس تخلص العشائر بدنا نحكي عن العائلات كمان. تفضل كمل. أوكي. بسلة الزهور في شيخان
ورشوان، هني اكثر شيء هذول العشيرتين، ال جعفر وال الحجي وال سمو، شيخان ورشوان. وفي عندنا بيت عزيز من عشيره العلي زر، اصولهم من سروج، عندهم قرابين بكوبني. نعم. نعم. ومزرعه بقداش كذلك يرجعون لعشيره الشددان كمان من كوبني. الكفير، ضيعة الكفير جنوب جسر الشغور من عشيرة الشيخان. أما معمل السكر بيت سليمان وبيت هواش وبيت رحال هذول من عشيرة الشيخان، والباقي من جبل الكرد. والباقي من جبل الكرد. طيب. نعم. أما بلميس فهم برازية، من أي فرع كمان ما بعرف، بس برازية يعني. بلميس من عشيرة برازي. بلميس عليه برازية، بس من أي فرع ما بعرف. مش مشكلة. طيب في لسه عشاء راح تقولها ولا؟ لا، هذول هن باش في عائلات بتندمج كمان بترجع للشيخان، بس ما متواجدين بهي الضياع، موجودين بضياع ثانيه، مثلا بيت هواش موجودين بفريكه وبمعمل السكر من عشيره الشيخان. في بيت الشبلي بالكسة من عشيره الشيخان، وفي عندنا بيت عمارو بالقسطون وبالنب كمان الكرد خواننا، بس ما بعرف من اي عشيره، بس هن يعني ملتمين معنا بنفس العشيره. باش العائلات ما مستفيك تذكرنا بعض العائلات عندكم بالريف او غالبيه العائلات ماشي. اللي بتتذكرهم طبعا، واحترامنا لبقيه العائلات اللي انت يمكن تنساهم. اكيد رح انسى لاني عائلات كثيره. هلا رح بلش انا من ضيعتي سله الزهور، في عندنا ال جعفر وآل الحجي بيرجعوا لبيت رستمو، وعندنا بيت عزيز، وفي عندنا بيت سمو هاي بسله الزهور، وفي عندنا بيت خضر وبيت الشيخ هاي بسله الزهور. المشيرفه في عندنا بيت ميرمه وبيت جعفر وبيت خدو وبيت سليمان. بزيت في بيت حسن نجار، في بيت العلي، في بيت تمرو، في بيت خيرو، في بيت سيدو، بيت الحمدو، بيت عسكر، بيت حمشو، بيت بكرو. هؤلاء اللي عم بتذكرهم من زيت، وفي عائلات تانية معهم يعني لا مجال لذكرهم. بمشيرفة نفس العائلات بعين الحمراء، هي نفسها ببزيت، يعني آل جنجو ولاد عمي بيت جنجو، وفي بيت حمشو، وفي بيت العلي، وفي بيت حسن نجار، وفي بيت بكرو، هني نفسهم امتداد لأهل بزيت. بالنسبة لمزرعة بقداش هن كلهم بيرجعوا لآل بقداش. بقداش. عندنا ضيعة الكفير، في عندك بيت حسينو، في عندنا بيت عمروكة، في عندنا بيت صالحو، وفي عندنا بيت عابد، وفي عندنا بيت جبو. بالنسبة لمعمل السكر في عندنا بيت هواش، بيت رحال، بيت سليمان، وفي بيت فاتو. في عائلات كثير من جبل أكراد بالمعمل، يعني ماني ملم باسماء العائلات، في اسماء كثيرة منهم بمعمل السكر. بلميس في عندك عائلة يوسف جي، هن الكرد يرجعون لها الجد اسمه يوسف جي، هو هذا جدهم الأساسي، بس كنيتهم بيتكلموا باسم الكردي، في منهم بيتكلموا كنيات تانية ماني ذاكرها. باش. وفي عندنا بيت العبد الله متواجدين بالقيماس وبوطبة شمال بزيت كمان، هن كرد شيخان. حلو. بيت عبد الله. تمام. انهيت اسماء العائلات، خلصوا؟ انهيتهم سلامي لهم جميعا، يعني عائله وسلامي للعائلات اللي انت نسيت تذكرهم لانه كتار، يعني والله آلاف لانه العدد كبير مثل ما انت قلت. فحي معمل السكر لحاله اكثر من 4000 سنه كردي. السؤال حي معمل السكر حي كبير، صح. السؤال ما مستوى السؤال، يعني في ناس من جبل الأكراد في محافظة اللاذقية، في منهم استعربوا بيهاجموني على التوثيقات اللي بيطالعها، طبعا بيهاجموني هجوم عنيف للأسف. استعربوا. يا ترى عندكم في ريف جسر الشغور الشرقي هال 19 قرى مع حي معمل السكر،
انتوا صح. كلكم بتقروا بكرديتكم او لا؟ الكل 90% بيقر، يمكن 10% بينكر او بيتهرب، بس 90% بيقر. 90% من ريف جسر الشغور الشرقي يلي بتحوي حوالي 10 قرى ضمنها حي معمل السكر وهو حي كبير، 90% منهم بيقروا بكرديتهم. يا ترى ايه طبعا. الناطقين بالكردية في نسبة ولا لا كلهم بيحكوا عربي؟ بالنسبة للناطقين عندنا ببزيت كل شيء كان مواليده 1930 أو 35 كان بيحكي كردي بطلاقة. مواليد 1930. ايه. طيب كل شيء من بزيت كان مواليده 30 وقبل بيحكي كردي بطلاقة، يعني هذه ما فيها نقاش. الجيل اللي بعدهم شوي شوي يعني صاروا ينسوا اللغة، يتركوا اللغة. ايه مثلا هلا جدي كان يحكي كردي وستي كانت تحكي كردي، بس ابوي طلع كرديته ضعيف. ابوه كرديته ضعيفة ليه؟ ايه. خلينا نجرب. عمي كان يحكي كردي الله يرحمه، بس لما بالضيعة كلها صارت تحكي عربي شوي شوي صار ينسى نسي كثير. طيب طيب از گاواز واتکم از گوتنی وفد گرینم از سلاوا الوفد گرینم از ما مستموسا كاملو تيستا كي تشيكن بكردي قالوا تب كردي زاني عنا يعني اكيد زانم يوم اي كالا جمر شوربك باخر زنكي كابيجي ما مستكابيجي قالوا مرفي والكوباني هنا ريم روفيمال كوباني هنا البوراز هنا لتلاجب هنا لشورت ملا هي لكوباني هنا الكوباني هنا برسك دن تي وزاروك يا اخوه المالي هم كردي شورتكن اري زماني ما اشتغلن اري بيجي اشترى از فيا مش تبرسي وازانم قال لي تماشاوانا ازو ما مستموسى ما مست والله زما ددو جمن ددوكا تشك نافيوان كورمانج كردي روجين روسيل خدي وان بهيله اري سواس اري از قوا است واتساب هافرت بيفن وات ليج بجيل فري وعشيران تبع عشيران موشان بارون على راسي انت وعشيرتك علينا البعض فلما بحكي عشيران موشان بلي عشيران موشان اللي تشياي كورد بالمازنه قال لك مازنه ورا مزنه عشيران موشان قال كي مزنه اري راسته از ما مستموسى نتهني سر لايفي ولوت بي قوا ازو يسر واتساب بهرت بي من او المالي بزاروك يخب كرديت بيفه وفاب جامير اوجيج ادلب جريف جسر الشغور الشرقي وفاب كردي مرد بيفه لما قوم بعربيش بوك او كسي قوم كردي نزانبن فير ببن زانبن يعني باشا انها ام بين تدبيجي سدي نوت دبيجن ام كردن وايدن بلكي ده سديد بي امن كردن لبرانيا وان بزماني عربي بيفن باشوات بكردي دبيفه تشتكي قال كي باشا ام بعربي بيفن جبرقو هنا كان بكردي نزانن انا ايه ما قداريتكن ام بين سر خلينا نجي على العادات اللي عندكم في الاعراس يا ترى الاعراس تفضل الأعراس أيام جدودنا كانت مثل أهل عفرين، عاداتنا بتشبه أهل عفرين كثير. تمام. بيحكوا لنا أيام ستي يعني أيام يعني كيف كانت دبكاتهم كله كان مثل أهل عفرين. وبيغنوا أغاني كردية. ليلة داية ليلة داية. أيوة. هاي من كم سنة تقريبا؟ ايام ستي يعني بدك تقول بالاربعينات الثلاثينات هيك. يعني نفس اعراس عفرين والدبكات كمان كانوا يغنوا كردي. دبكات العادات بكثير امور بيشبهوا العفرين، يعني نسبة التشابه يعني بتتجاوز ال 99%. 99% قال لك باش انها وهلا اختلطوا، بعد ما اختلطوا بالضيعة المجاورة صار مثل الضيعة اللي حوالينا،
ما عاد يعرفوا الدبكات الكرديه، الاغاني الكرديه، التراث الكردي، اللباس. يعني لباس ست جداتنا بيركاما يعني وكالمه وكي خلكي عفرين نها شروال كنا جي بنطلون لاخواتي كان زاني. عفرين عم يسأل شاب اسمه عفرين عم يسأل امتى صار هالتحول، يعني موضوع سياسة تعريب وترك اللغة بعد الستينات. بعد الستينات. طيب حاليا الأعراس عندكم شغل موالد ولا لا أعراس في غناء وفي دبك وفي هيك؟ في طبعا اكيد في دبك، بس مثل الضيعه المجاوره، الضيعه العربيه اللي مثلنا، يعني نفس العادات ونفس التقاليد. اختلفت يعني عن اهل عفرين، بس ايام ستي وقبل ايام يحكوا لي مثل اعراس عفرين تماما، حتى اللباس العروس، التقاليد، كيف بيجيبوا العروس وكيف بياخذوها مثل اهل عفرين. كانوا مثل اهل عفرين بالضبط. طيب هلا تماما الاعراس مختلطه ولا لا؟ مختلطه، هي مختلطه لان الضيعه كله بيعرف بعضه. كله بيعرف بعضه. طيب بالنسبه للاحزان تعازي وغيرها كيف بيكون التعامل؟ نفس كوباني، مثل اهل كوباني بيعملوا بيت شعر وبيجوا الضياع مو بهال10 سنين، قبل 10 سنين يعني. كان في عندكم عيد نوروز ولا ما كان في؟ انا ما بتذكره، بس انا لما كنت بالطالب بالجامعه كنت روح احتفل بكوباني، بعفرين، بحلب، حتى احتفلت بسريكاني كمان. حتى بسريكاني انت احتفلت؟ ايه والله هربجي اشتر هربجي سيور سباس ما والله امر جميل ويدعو للفخر انه كردي من جسر الشغور، ريف جسر الشغور الشرقي هيك بيحب قوميته بالرغم من الطمس وسياسة التعريب والتهميش ومعاداة حتى اللغة الكردية، ومع هيك بيحكي بلغته ومع أولاده بيحكي كردي. يرحم البطن يلي حملتك هذا فخر لنا، هذا فخر لأننا بنفتخر بكرديتنا، بأصولنا، بعاداتنا، بتقاليدنا. نحن بنفتخر بهالشيء. الله يحميك ويخليك. طب عفرين أولا عم يسألك ما هي السياسة التي اتبعت في تعريب مناطقهم؟ هل هي عبر توطين عرب في مناطقهم ومنعهم من التحدث بالكردية؟ عم يسأل سؤال. بالنسبة لسياسة التعريب عنا منعوا أسماء القرى، غيروا أسماء القرى الكردية بريف جسر الشغور وحولوه للعربي. مثلا في ضيعة بريف دركوش كان اسمها جاورجو، حولوها لليعروبية. مثلا في عنا الحمامة كان اسمها كفريدين، حولوها للحمامة. في عنا ضيعة اسمها بلو، حولوها للبشيرية. صح. مثلا في عنا كثير ضيعة تحولت أسماء للعربي. هاي الأسماء. بالنسبة للأراضي أنا حكيت لك ما سهل الغاب وسهل الروج كان مستنقعات. فالدولة لما تجففت هذه الأراضي بال55 أو 60 ماني حافظ التاريخ، وزعوها على الفلاحين، وأخذوا الأرض من الأقطاع كمان وزعوها على الفلاحين. عرفت كيف ما بعد السبعينات لما صارت الوظائف صار يغروا الناس ان يا بتكون بحزب البعث بيكون لك وظيفه، يا اذا مانك بحزب البعث ما بيطلع لك وظيفه. فلهيك الناس للاغلب صارت تفوت بحزب البعث مشان تفوت بالوظائف، يعني طمع نفسي. طمع وشوي شوي الناس كمان وقبلها تركت لغتها وشوي شوي ايوه صارت يتركوا لغتهم وصاروا ينكروا اصلا وصاروا مشان وظائف. مشان الوظائف. طبعا انا ما بدي اذكر الموضوع مشان الحساسيات، ولكن نشرت فيديو بهالخصوص، فيديو توثيقي وذكرت فيه المصادر كمان. نعم نتو بارس نفس السياسة مورست على روجافاي كردستان، كمان بنفس السياسة من عهد العثمانيين عم لاحظها في ريف حلب الشمالي ومناطق الباب وعزاز وأخترين وجبل سمعان. هن كمان بالعهد العثماني كانوا يوطنوا التركمان، وبعد ما استلمت الحكومات الأنظمة العربية صاروا يوطنوا العرب ضمن قراهم للأسف. أكيد. يا ترى أنتوا الكرد نقول هال 90% من كرد ريف جسر الشغور المقرين بكرديتهم، أنتوا التواصل بيناتكم يعني في رابط معين يربطكم ببعض، رابط لنقول جمعية
أو رابط عشائري أو أي شيء ثاني؟ في شيء يربطكم ببعض؟ كلمتكم في رابط موحدة؟ قوي كتير، رابط قوي كتير. يعني نحن لغينا اسم العشائر، صاروا كله عشيرة واحدة، عشيرة الكرد كله. يا ريت لو تكرر، وحتى في شيخ واحد، كمان. في شيخ لكل الكرد. الشيخ نصر حاليا يمثل القرى كرد جسر الشغور الشرقي جميعا. الشيخ نصر سليمان، وبالإضافة لأعوانه، بالإضافة بعونه وجهاء العائلات الكردية. طيب إذا المشاهدين ما سمعوا، الأستاذ موسى عثمان ابن قرية سلة الزهور في ريف جسر الشغور الشرقي، أنا سألته إنه يا ترى شو هو الرابط بينكم أنتم الكرد في ريف جسر الشغور الشرقي، هال19 قرى الكبيرة، يعني الرابط سواء اجتماعي، رابط عشائري، أي نوع من الروابط. عم يقول إنه في رابط قوي جدا. شلنا أسماء العشائر كلياتها وفي عنا فقط عشيرة الأكراد، يعني عملوا الكرد توحدوا تحت اسم عشيرة الأكراد، وإلهم شيخ كمان ومجلس استشاري كمان اللي بعرفوه، وشيخهم هو الأستاذ نصر سليمان، صح؟ صح، شيخ نصر، نعم. الشيخ نصر، أمر نعم. جميل. يعني هل هل رابط هذا الشيخ نصر، وأكيد في لجنة عند معه ولا ما؟ نعم، في وجهاء العائلات كلها بتكون معه أكيد. طبعا أنا شفت فيديو للشيخ نصر وكردنا بريف جسر الشغور الشرقي كيف إجوا على جنديرس أثناء المجزرة اللي قام بها مرتزقة الجيش الوطني السوري التابع للاحتلال التركي، كيف إجوا وعزوا وقالوا نحن معكم. أنا شفت صح الفيديو. صحيح. يا ترى صحيح. يا ترى الشيخ نصر لجنة عشائر الأكراد شو هي مهمتهم يعني؟ بهذيك الأثناء يعني هزوا كيان المجزرة، هزت كيان، والكلمات الأم القتيل وأخواته لما كانوا يقولوا إن نحن قتلنا لمجرد أنك كرد، هذه هزت كيان، يعني اعتبرنا إهانة هذه. لذلك الكرد هبوا بجميع مكوناتهم بريف جسر الشغور، وعملنا وتشاورنا في جميع الوجهاء وتشاوروا مع بعض، وحتى طلعوا معنا كمان كرد جبل السماق من جبل باريشة، وجميع الكرد الموجودين بالريف حما وحمص تواجدوا معنا كذلك. وذهبنا باتجاه جنديرس لمناصرة أهلنا بجنديرس وإنكار استنكارا لهذه المجزرة، وللوقوف مع أهلنا بعفرين، وللإثبات بأننا دم واحد. نحن أنا بعتبر حالي امتداد لأهل عفرين، يعني أنا من عشيرة الرشوان، هي العشيرة تعتبر امتداد كبير بعفرين. يعني أنا بعتبر كل أهل عفرين، أنا بالنسبة لي بعتبر حالي امتداد لأهل عفرين. هني أهلي ونحن أهلهم. أنت وأنتو امتداد طبيعي سواء دموي أو جغرافي لكل الكرد في الأجزاء الأربعة لكردستان. سرسرة من ماموستا، سرسرة وستشابا صاغ بالتاني إذا اشتبر اسم ماموستا شيخ نصر أو كوميت لجنة أخوة، يعني هاللجنة هاي نعم. شو هي مهمتهم؟ مثلا مهمتهم كأنه بيحطوا مثلا أعراف تقاليد، يمنعوا شغلات ويدعوا لشغلات منيحة أو وحدة الكلمة، يعني شو هي مهمتهم؟ مهمتهم عندهم عدة أمور. أولا لتوحيد الكرد، ثانيا الشغلة الثانية لحماية الكرد من أي اعتداء يطال أو ظلم أي شيء بيصير بحق الكرد. ثالثا إذا صار مثلا دفع مصاري بيدفعوا سوا، إذا صار نزاع بيتدخلوا لحل أي نزاع. يعني الإخوان الموجودين بالمنطقة مثلا بيعرفوه للشيخ نصر أو وجهاء الكرد، إذا بتصير مشكلة بالمنطقة كمان بيكون دور للكرد بحل المشاكل، لنصرة المظلوم ولردع المظالم. ايه دياكو انه الكرد في حمص، ايه الكرد كتير كرد موجودين بحمص، وانا وثقتهم دياكو بقناتي على اليوتيوب، موجودين يعني بحمص، ايه موجودين بشين وبرشين، وفي باكثر من ضيعه موجودين بالكراد الداسنيه، في ببعرين. برافو. في كتير في ضياع. وعندنا اولاد عمنا بحما، اولاد عمنا اللزم يعني بجريجس وصاوه، اهل عمنا بجريجس وصاوه لليوم بيحكوا كردي لليوم. صح. أنا نشرت عن قرية جريجس، وشاب من جريجس هو بصوته عم يقول أم كرمانجن وأم بكرمان جيد بيفن وأف جندي ميت، يعني كلامه هيك حلو. أما بحمص عدد القرى الكردية في حمص أكثر من عدد القرى الكردية في كل محافظة إدلب، يعني صحيح. للأسف لسه ما وصلت لتوثيق كثير من قراهم، ولكن وثقت البعض. الرستن تابعة
جبل حمص. ايه لحمص، وثقت قريه بالرستم وقريه ثانيه كمان بحمص، وفي وعود انه يبعثوا لنا بس لسه للاسف ما سنحط لهم الفرصه بسبب الظروف الامنيه اللي بيعيشها اهلنا في كل الجبل، سواء باللاذقيه او بادلب او بحما وكمان في حمص. طبعا حمص مش تابعه صحيح. الاكراد. صحيح. نحن ابتلينا بأناس شوفينيين جهلة لا يعرفون شيء لا بالتاريخ ولا بالثقافة، يعني يتهجمون على الشعب الكردي بدون علم ولا ثقافة ولا تاريخ، يعني لا يعرفون شيء أبدا أبدا أبدا، ويرجمونك ويسبونك ويستحقرونك مجرد لأنك كردي، ولا يعرفون شيء حتى بالتاريخ ولا باللغة ولا أبدا، مجرد شوفينية وحقد وكره فقط. طبعا تصور شو عم يقولوا لما بوثق القرى، بيقولوا طبعا يعني اذا اسمه مجرد اسم، يعني جبل الاكراد مجرد اسم، يعني على اساس الاكراد كانوا دوله وفرضوا هالاسم، فرض مثل ما انتم عم تعربوا قرانا، هن كمان فرضوا اسم جبل الاكراد على هالجبل هذا؟ لا، باختصار لانه اهله كرد، والحمد لله غالبيتهم لسه بيقروا بكرديتهم، وكل شيء عندهم متشابه مع اهل عفرين كوباني وغريسبي الجزيرة يعني من سريكانية إلى ديريك، يعني كرد. بلي الكرد فرسان الشرق، مو فرسان. تفضل ما مستاذ، إذا بدك تفضل احكي، عم نسمعك. عم نقول نحن الكرد فرسان الشرق. بلي في ابن عمنا عم يكتب انه تحياتي لك من سمير جناورو من جبل الاكراد. جناورو على راسي بيت جناورو. بتعرف شو معنات جناورو؟ للاسف يمكن لانه عائلتكم كبيره اخي سمير، واحد منكم يعني صار يتشاجر معي بالتعليقات على اليوتيوب. قلت له طب يعني كنيتك جناور. تعرف اخي سمير ابن العم، تعرف شو معنات جناورو يعني الوحش. عم نقول عن الوحش جناورو. فاسمكم كردي، اسم جدك كردي، مثل ما كنيتي كولو كردي، اسم كردي يعني الرجل المستقيم. جناور تعني الوحش، هذا اسمكم. طب انت كيف عربي؟ ما فهمت يعني، للاسف في هيك ما بس مره كمان تصديقا لكلامك، مره شفت عنا بضيعه بالجبل الزاويه واحد من بيت زنقلو، قلت له انت بتعرف شو معنى زنقلو؟ قال لي لا. قال لي زنقلو، قلت له معناتها الجرس. برافو. قال لا معقول؟ قلت له والله اسمك كردي. قال لي ما بعرف. قلت له انتم كرد؟ قال لي لا. قلت شو جاب الاسم اللي عندك؟ قال لي ما بعرف. شفت؟ هلا امنتوا بالله يا مشاهدين والاستاذ موسى، انت اذا اسمك طبعا اسم موسى مو اسم عربي، بس اسمي علي مثلا، يعني نتيجه انه صايرين مسلمين فاسامي العرب صارت مو مثلا مكروهه بالنسبه لنا او غريبه بالنسبه لنا. اما الكرد يعني مو اصحاب هالسلطه، وما فيهم طمع مشان الناس تسمي اسامي اولادها العرب او الفرس او الترك باسامي كرديه. اذا ما كانوا كرد فما راح يكونوا جناورو، رمو، زنقلو يعني الجرس، ما راح يصير هيك. يعني شو هالحكي؟ وبيت سينو مثلا، سينو كمان بالجبل. بيت سينو، بيت قاسمو، بيت سلو، بيت سنو بالضبط، بيت سمو، بيت كنج، بريمو كنج، في كنج كمان باللاذقيه. في اما عفرين عم يوجه لك رساله، يقول وجه لضيفك رساله شكر محبه واجلال على تمسكه بوطنيته وقوميته رغم كل الضغوط الشوفينيه التي مروا بها. وعم يسلم عليك استاذ موسى طبعا، ونحن بنسلم عليه ونقول له منا كل الاحترام والتقدير والمحبه. الله يحميكم. ابراهيم صادق شو وضع اكراد جبل الاكراد خاصه في قريه سلمى؟ للاسف الاغلب ينكروا اصلا. ايه اخي ابراهيم الكثير، انا وثقت قريه او مصيف سلمى، العفو، بلده كرديه وثقتها. طبعا مو بس سلمى، ناحيه خاصه طرف اللاذقيه، يعني الجزء جبل الاكراد باللاذقيه في كثير منهم استعربوا للاسف. استاذ علي
بس بدي احكي كلمه مشان سلمى. ايوه مره بتذكر مره في واحد من بيت الحج يحاول ينكر اصله. صح. انا صارت معي شغله بجبل الاكراد بسلمى مع بيت نور الحج، يعني هني اغوات بيت سلمى معروفين، هني اصحاب بيت مع عمي كان مختار الضيعه، وهني وعمي المختار كثير كانوا صحبه. المهم مره كنا عم نشرب شاي عند بيت نور الحج من نفسهم يعني. صح. فكان في ختيار كبير بالجبل. انا عم بحكي بجبل اكراد مهنا، انا كنت عندهم يعني كنت عندهم بالجبل ضيعه اسمها معربه. المهم فكان معنا ختيار كبير منهم من بيت الحجي، عم نشرب شاي وعم نحكي، عم بيشفتوا عم يفتخر باصول الكرديه، عم يقول احنا اكراد واغوات وعم بيفتخر باصوله، بس ما بيعرفنا نحن مين. المهم قلت له حجي انت بتعرف تحكي كردي؟ قال لي ايه بعرف. قلت له متاكد انت بتعرف تحكي كردي؟ قال لي بعرف. قلت له ابي من تشاوي روشي وات شاوي حليوات شاوي. قال لي انت شو عم تحكي؟ قلت له عم بحكي معك كردي. قال لي من وين انت؟ قلت له انا ابن اخوي المختار، انا من سلة الزهور. قال لي على راسي والله. قال لي والله انا بس قدام الغرب بحكي اني بعرف احكي كردي، بس انت بتعرفوا تحكي كردي؟ قال لي والله ما بعرف، بس انا قدام الغرب بحكي هيك. ايوه على كل يعطيه العافيه. وبيت الحجي لهم مواقف كثيره صحيح، في جزء طبعا منهم اكيد جزء منهم مستعرب، ولكن كرد ومفتخرين بكرديتهم. راح اسالك. اي والله طبعا انا يعني في احتكاك كثير بيننا وبينهم، حتى كان في زيارات، وكان في حتى كان الله يرحمه نسيت اسمه، بيت الحجي كان عامل بيته منتدى للمثقفين الكرد من عفرين من حمص من حماه من كوباني بيجوا لعنده. بالضبط عبد العزيز، هلا ذكرت اسمه، عبد العزيز الحجي. وكان بصدد دراسه أيوة. عن جبل الاكراد، يعمل دراسه عن جبل الاكراد وقريه سيترب وغيرها، ولكن القدر للاسف ما اسعفه وتوفى. اجر يقول في بمنطقه ريف حماه اسمها صوران، هل سكانها ايضا من اصول كرديه؟ كلهم كرد. كان معي واحد بالعسكريه من صوران مساعد بالعسكريه، كان يقول كلياتنا كرد ومن صوران، بالنسبه اللغه اللي بيحكوا فيها صوراني. من صوران وبالصورانيه باللهجه يعني. فالعجيب أيوة. لما بيجي لك حدا بيقول لا مو كرد. طب اوكي، قريه مزين، يعني قريه مزين نفس الاسم في بعفرين، من وين اجى هالاسم مزين؟ واحد. قريه باصور من وين اجى؟ يعني الهوى الاحمر او الهوى الحاد؟ الهوى الاحمر مثل كلمه عكو، مثل كلمه القبينه كباني، هي ستة البيت. ايوه سيترب 3 قبور. سيترب بالضبط. طب هدول من وين اجوا؟ يعني بعض الاسامي واسامي هلا حكينا اسامي. ما انا بجبل الاكراد بعرف ضيعه وقاعد معهم وشارب شاي عندهم واكلين سوا، وفي زيارات كثير يقرون بالكرديه تماما. يعني انا بعكو على طول كنت موجود، بعكو بالقبينه كلهم يقروا بكرديتهم، بس في ناس ما بتقر، بس انا قاعد معهم يعني مش اني سمعان. طيب ما هالمعلومه راح اعطيها لك وللمشاهدين. صار لي 2 واكثر متواصل مع اهلنا بجبل الاكراد، لاذقيه، ادلب وحما جسر الشغور، بالاضافه الى حمص ما في جزء منها تابع لجبل الاكراد، خاصه باللاذقيه نتيجه التشدد الديني، وخاصه دخول جماعه الاخوان المسلمين. مفهمينهم يعني الشباب باللاذقيه عم يحكوا لي الكرد اولاد عمومتنا عم يقولوا انه فهمونا انه لما بتقول كردي يعني عيب. كيف يعني عيب؟ شوفها، انك تقول عن حالك كردي يعني عيب، هيك مفهمينه. وين هي؟ باللاذقيه، جبل الاكراد باللاذقيه. ليش عيب؟ هيك مفهمينه للاسف، وخاصه بس الحكومات سوريا مو بس حزب البعث، يعني نحطها بس برقبه حزب البعث، لا، حزب البعث والاحزاب اللي قبل حزب البعث، مثل ما انت هلا قلت بالستينات بلشت موضوع التعريب، يعني تهميش بشكل كامل. يعني انا عم بحكيك على ضيعه القبينه، يعني الضيعه اغلبيتها بتنزل على اللاذقيه وبيروحوا على لبنان ليشتغلوا، يعني مهمشه، الضيعه مهمشه. سمير جناوي عم يكتب القبينه فينك تقول من اجمل ضيعه جبل اكراد، فيها اطلال على اللاذقيه وعلى الغاب، يعني لو بيعملوها منطقه سياحيه من اجمل المناظر. كباني باللاذقيه مو طريق تابع للاذقيه
وبتطل على سهل الغاب، على الطرفين، على سهل الغاب وعلى البحر. نشرت من اجمل الضياع هي القبينه. نشرت بس مهمشه. انا نشرت عن مطعم، قرية يعني كباني. تصور هيك ضيعه مطعم ما فيها. طبعا لان منطقه كرديه. كباني جاي، نحن بنقول كباني، يمكن بغير مناطق عم يقولوا كباني، يعني ست البيت. ايوه ستة البيت، صح، ست البيت. نقرا شو كاتب ابن عمنا سمير. منيح. سمير جناورو عم يكتب: انا كردي وافتخر، ونحن نفتخر فيك وباسم عيلتك الحلو. ما بدي اضيف انا معلومه عنا بجسر الشغور. بالنسبه لعشيره الاكراد في كمان معنا لجنه كبيره من جبل الاكراد، هي متضامنه ومتحالفه مع عشيره الكرد، وهم نسبه كبيره من جبل الاكراد متواجدين عنا بجسر الشغور ومتحالفين مع عشيره الاكراد. ممتاز. بيجي جومرت. شو عم يكتب لنا جومرت؟ نسبة كبيرة، وحتى عند اللجنة بتمثل جبل الأكراد ولا ينكرون أصلا ويفتخرون بكرديتهم. بالضبط. ودائما إلي تواصل معه. وحتى شاركوا لما راحوا على جنديرس واستنكروا الجريمتين. الجريمة الأولى لما استشهدوا 4 شهداء، ولما قتل الشاب محمد بالفرن كمان راحوا سوا. تمام. جومرت عم يقول: بدي ابعث لكم رقم الأستاذ حسين نعامة من كنسبة هي مو قرية كبيرة طبعا، كنسبة في كتير قرى تابعة إلها، وعم يقول بيعطيك تفاصيل عن الكرد هناك. بكون ممنون لك جومرت، وتخبروا كمان انه علي كولو يتواصل معك. وشاب كاتب اسمه فرانس: انا كنت عسكري بسنة 2000، طلعنا مهمة على جبال صرنفة، التقيت بختيار، قال نحن أكراد بس نسيت اسم الضيعة. عيسى، عن أي قرية إذا قصدك كبانة فبجبل الأكراد باللازقية. أستاذ موسى تي كاربه نعم تي تشج مربيج كا على هنكي كردي ببيفلو أري كا بيج تي تش كرديج مربيجه لا تشتكلنا معلومات نا معلومات نا آگاهی، يعني كرد آنها أزبيجم كاجمر قوتن كي بيج أم كسي عفرين كوباني جزيرة تي تشج مربيجه قوتن كي، يعني جبوك أم بيتر نيزيكي هذا أموهون أري أزبيجم يك ببن أجر نابن يك هرن يك بيك بيجي راسته. أري والله عمدو خازن يكيتية براتية وكهفية أزادية جي وكهفي جي كردن جي ملتي كرد جي وكهفي إن شاء الله جي يكبن رجالات ورجافا وباشور وباكور جي إن شاء الله يكبن ويكبن بهيفيا خدي اي وقت ناف مدبن ولو كرد برور امي بجهن اخوه بريدان خدي أرياز برورم بكردستاني مزن كردستاني واري ميا ولاتي ما واري بافو كالان قلي تماشا انا اسفرسكي جو كن قالوا يعني هون بلو باوردك كنغو كردك ما جسر الشغول بلو بفيرن جيت بيف قصدك يا دنگدك ولو كردياوي جي خوش از نزانم كسني ولو ودي تبن اف ايمه بالخك يفهم قال لك يتي ما مسار خوزي ايرو انا در كتبه السر اكراني واسكارم جور باي دياكو اشترت به هربجي ما مستا موسى انا احمد دبيتش ما مستا موسى دبي ما عم صدق عم يحكي هيك كردي حلو يعني دبيز باورناكم تيجي ما ولو اري بس ما بكرمانجي باخبن زماني ما باخبن بيجي اشترى وزماني طر وجدلي طر وجمجي طرجي سباس ما مستاهل نفتخر بهالشيء اكيد ونحن بنفتخر فيكم ومبسوطين كتير انه السوشيال ميديا خلتنا نتواصل معكم ونتعرف عليكم. وانا صار لي انا وانت بنعرف بعض اكله شو سنه اكثر من سنه ونص يمكن انا وانت بنعرف بعض. باش ما مستك كلمه اخيره للمشاهدين اذا حابك تقول شيء وبدنا نسكر. لا سلامتك ما مستبد وجه بس تحيه لكل اهلنا الكرد. تسلم. وهن كمان بيوجهوا لك التحيه وانا بوجه لك التحيه لانك جاهز دائما لتقول معلومات عن منطقتنا الكرديه هنيك. يعطيك الف عافيه. بتشكرك
وشغلاتها ما خوش. الله يسلمك ما مستسر سريع من سرشافي من دوائما باش وخوش بن سرسري بسرچاوين بخاطر انت سرسري من سرشافي من خاطري سرچاوين سلاو ريس